راح اعلمكم شلون تسوون الدبس العراقي بدقيقه واحده. تعالوا. اول شغله لازم تسووها تجيبون التمر. طبعا هذا التمر هو النوع الزهدي. هذا التمر تجيبوه تنقعوه بهالطريقه هاي حتى تغسلوه. التمر كل ما ينترك فتره مثلا بمكان جو الدرج او شيء، وخاصه اذا الجو حار يصير به هاي القمله، فكلش طبيعي. بس لازم يتنظف ولازم تستنقوه وتطلعوه، يعني تطلعون شكو حبايه زينه مثل هاي. وصار هيجي نظيف مثل ما تشوفون. شغلنا عليه النار هذه، انترسى مي بهاي الطريقه بعد ما تنظف وبعد ما كل شيء. وهذا المي هسه كافي مي، ننتظره يغلي نص ساعه. بس نصيحه اللي يريدون يسوون كميه كبيره لازم يسوون جدر كبير، لانه احنا عندنا كميه كبيره بس عندنا اكثر من جدر. عندنا هذا الجدر اللي منتظريه يغلي، وعندنا هذا الجدر اللي اصلا خليناه يغلي وهسه راح ننتظر العصر مالته. وهذا الجدر همينه. واكو نقطه همينه كلش مهمه، هذا الابيض اللي تشوفوه لازم كله ينشال. بعد ما قام يفور بهاي الطريقه راح هسه امي راح تنظف هذا الابيض. بعد ما قام يفور وطلعناه بهاي الطريقه راح نخليه على صفحه وننتظر للصبح حتى نعصره. هسه بعد ما برد التمر وانتظرناه من البارح بالليل لحد هسه الصبح، طبعا هو ما يحتاج تنتظرون انتم الليل كله، راح اشوفكم شلون صار التمر بهاي الطريقه. وطبعا شوي ممرود هو لانه فار. راح نجيب هذا المصفي، طبعا هذا صنع يدوي امي صانعته زين. وهذا الجدر نخلي المصفي عليه وراح نشوف شلون راح نعصره بهذا المكان. هاي هسه حاليا تخلي التمر بالمصفي، راح تخلي هذا الشفشير. طبعا ايش قد انكتلنا بيه الشفشير من كنا صغار. راح نظل نعصر بيه بهاي الطريقه لحد ما يصفى. ما صفى زين بهذا المصفي، فراح اصفيه بهذا. هاني خالته هذا خاص بس للدبس، فراح اصفيه بهذا. وبعدين شنو هاي قونيه؟ اي هاي قونيه اني مال تمن خاصتها ونظفتها زين، وكل مره اسوي بيها الدبس هي هاي. انت راح تجيبيه وتعصريه بعدين؟ اي بعدين هسه راح اعصره واشوفكم الطريقه شلون. هاي الطريقه اللي تعصر بيها امي هذه القونيه. راح يطلع هذا طبعا بعدين يتفور. صراحه انا كنت اتوقع هذا الموضوع كلش سهل، بس طلع والله صعب. تعالوا شوفوا. من 50 كيلو تمر مثل ما تشوفون صارت هذا الجدر. هذا الجدر هسه يتفور وبعدين راح يصير دبس. هسه راح يبقى يفور لحد ما بعدين يصفى الدبس. ال 50 كيلو تقريبا تصير 20 كيلو. هي طريقه سهله بس المشكله بالكميه. تخلوه يغلي على هاي النار الهادئه مثل ما تشوفون، هي نص ونص، لا هادئه ولا عاليه. وراح انزل فيديو للنتيجه.